علاء انت بتعمل ايه؟ انا بحمص تحميصه برازيلي وبعدها اعمل كيلو بن لواحد صاحبي، فلازم تتابع الكيلو ده. بس تعالى ننزل التحميصه مع بعض. مسيتنا بردت بقى، فتعالى ناخد 400 جرام من البن البرازيلي اللي في اخر درجات الوسط هيديك كريمه عاليه. بقى 400 جرام البرازيلي بتوعك اللي هيديك كريمه عاليه جدا في قلب الخلطه. هنا جبنا ريحه القهوه، فهناخد 200 جرام من البن الحبشي اللي هيعلي لنا ريحه القهوه قوي، تديهم في قلب الطبق بتاعك. لان انا عارف ان صاحبي بيحب الوش تقيل، فهحط له 200 جرام من البن الاندونيسي اللي هيخلي وش القهوه تقيل جدا. احنا عايزينها بدون مراره، فهناخد بديل الكولومبي. هناخد 150 جرام من البن الجيتومال اللي هيدينا نفس التست. 50 جرام الجيتومالي دول في قلب الطبق بتاعنا. نظبط قوام القهوه ب 50 جرام من الهند الروبستا اللي طعمهم مش هيظهر بس هيظبطوا لنا القوام بتاع القهوه. اضرب التحويجه نص تحويجه، وبصراحه الخلطه تنفع ساده وتنفع محوج، بس تعالوا نعمل له التحويجه اللي هو عايزها. تعالوا نص تحويجه، فانا هحط له 15 جرام من الحبهان، هناك هحط له شويه قرنفل خفاف جدا، هناك هاخد له واحده من جوز الطيب انزلها في قلب الطبق بتاعنا. لان هو بيشتغل عدد ساعات كتير، هحط له عودين من الجنسنج كده يديله طاقه.